تخيلوا معايا كده بنت عادية جدا، خلينا نعتبر ان اسمها سارة، قاعدة في البيت عادي وبتمارس حياتها بشكل طبيعي، ولكن عندها شوية مشاكل صغيرة، شوية حاجات بسيطة قوي، خناقات مع الأهل، على ضغوطات من الشغل، على ضغوطات نفسية، على شوية حاجات اتعرضت لها من صحابها، ما اتكلمتش وما حكتش وكتمت. وفي يوم من الأيام صحيت وهي بتنزل من على السرير رجلها وقعت. اللي حصل بالظبط ان رجليها الاتنين مش بيتحركوا، حاجه كده زي شلل تام في رجليها الاتنين. فجاه البيت اتملى اسعاف، دكاتره مخ واعصاب، وعرض على اشعه سي تي وام ار اي واشعه على العمود الفقري واشعه على الرجلين وتحاليل كتيره جدا، وتوتر ملى البيت وقلل من استقرار الاهل. الفكره هنا ان مفيش مشكله في الاعصاب اطلاقا، الاعصاب سليمه والعضلات سليمه والعظام سليم، مفيش اي حاجه، المخ نفسه سليم. بس الفكره ان ساره مش بتدعي المرض، ساره فعلا مريضه وفعلا مش قادره تمشي ورجليها بتألمها جدا. هنا دكتور المخ واعصاب تدخل وقال لساره جمله غيرت كل حياتها: المشكله يا ساره مش في السوفت وير، المشكله في الهاردوير. يعني مخك قفل الكهرباء على رجليكي علشان يحميكي من الضغوطات النفسية، فقرر ان رجليكي ما تتحركش. اهلا بيكم في حلقة جديدة. في الحلقة دي هنتكلم على الساحر اللي قاعد جوه جمجمتك، اللي ممكن يخليك تحس باعراض الم حقيقية وضربات قلب سريعة ودوخة وتنميل، وكل ده من غير اي مرض عضوي ملموس. زمان لو حد حس بوجع في قلبه كان ممكن يروح للدكتور يعمل له رسم قلب يلاقيه سليم، فيروحه ويقول له انت بتدلع. بس الطب الحديث وعلم الاعصاب النيوروساينس اثبتوا ان الوجع ده حقيقي 100%. عشان نفهم ده لازم نرجع لكتاب كتبته دكتورة سوزان، وهي استشارية المخ والاعصاب في بريطانيا، كتاب اسمه It's All in Your Head، يعني كل هذا في رأسك. وفي الكتاب ده دكتورة سوزان وثقت كمية حالات مرعبة عندهم أمراض النفسية الجسدية، أو اللي بنسميها في الطب السايكوسوماتيك ديس اوردرز. في الكتاب ده دكتورة سوزان بتقول بالنص: الأعراض الجسدية الناتجة عن النفسية ليست تخيلا، ألم حقيقي تماما، زيه بالظبط زي ألم كسر العظم، بس هو مش ألم عضوي، يعني مش ألم حاصل في العضو نفسه. اللي حاصل بالظبط ان الدماغ بيسيء ترجمة الضغط النفسي. خلينا نبسطها: عندك في المخ في جهاز انذار اسمه اميجدالا. الجهاز ده مسؤول يحميك لما تتعرض لضغط نفسي مستمر، او كبت، او خوف من المستقبل، او قلق من الامتحان. الاميجدالا بتدي اشارات للغدة النخامية، واللي بدورها بتدي اشارات للغدة القيظرية انها تفرز هرمونات التوتر زي الكورتيزول اللي اتكلمنا عليه في حلقات كتيرة قبل كده، والادرينالين. تخيل ان جسمك عايش في حالة حرب 24 ساعة، طبيعي جدا ان اضطرابات قلبك تزيد، تحس بغصة في حلقك، القولون العصبي يشتكي، وتحس فجأة بصداع نصفي. الأعراض دي مش وهم، الهرمونات دي عملت تغيير فسيولوجي حقيقي. السبب الأساسي مش فيروس ولا بكتيريا، السبب فكرة أو شعور. عمرك سمعت عن تأثير النوسيبو إفكت؟ احنا كلنا عارفين تأثير الدواء الوهمي أو البلاسيبو إفكت، ان المريض ياخد حباية سكر ويخف عشان مقتنع ان هو دواء النوسيبو إفكت. هو ده اللي بيحصل بالظبط، بس بالعكس الشرير بقى، انه انت بتتوقع المرض فمخك بيخلق اعراض للمرض. تحصل لنا كتير، اوقات بتبقى مسحول وبتقرا بوست مثلا على السوشيال ميديا على اعراض مرض معين، فجاه تحس بنفس الاعراض في نفس المكان بطريقه غريبه، او حد يقرا عن متلازمه معينه في اي كتب طبيه. واغلبنا كدكاتره واحنا بندرس كنا دايما عندنا الموضوع ده، نقرا كده عن شويه اعراض لمتلازمه او ايا كان، فنحس ايه ده، الاعراض دي كانت عندي، الحاجات دي موجوده معايا، اللي مش عارفه ايه، وتخطيناها مع الوقت. ده برضه بيحصل مع المرضى اذا قروا عن حاجات زي كده، او حتى في كتب طبيه فجأة بيحسوا بنفس الأعراض. مش كلهم، بس في جزء كبير منهم بيحس بده. هنا بقى لازم نقف وقفة، عشان ده مش مجرد مجال طبي حديث، ده منهج إسلامي ديني نبوي علمنا ازاي ندير توقعاتنا وأفكارنا، لأن توقعك بيصنع واقعك الجسدي.
تعالوا احكي لكم قصة من اصح كتب الحديث، قصة مذهلة رواها الامام البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعود او يزور اعرابيا كان مصابا بالحمى، والرسول كعادته كان بيبث الامل والايجابيه، فقال للاعرابي: لا باس، طهور ان شاء الله. يعني الحمى دي هتطهرك وهتخف باذن الله. تخيلوا الاعرابي اللي مخه متبرمج على التشاؤم والنسيبو افكت اللي كنا بنتكلم عليه، قال له ايه؟ قال: قلت طهور، بل هي حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور. يعني الأعرابي رفض الفكرة الإيجابية وأقنع عقله وجسده إن هي حمى شديدة مش هتروح وهتوديه القبر. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة تلخص قانون التوقع: فنعم إذن، يعني لك ما توقعت واعتقدت. وفي رواية أخرى في السيرة قالوا إن الأعرابي ده مات تاني يوم. الحديث ده مش مجرد قصة بنرويها وخلاص، ده بيثبت علم الأعصاب الحديث إن أنت لما بتقنع عقلك بالانهيار أو بالمرض، جهازك المناعي بينهار. الجهاز العصبي السمبثاوي أو sympathetic nervous system يوصل لأقصى حد، وممكن فعلا الإنسان يموت من الخوف أو الوهم. بما إننا عرفنا إن المخ هو السبب، فازاي نوقف جهاز الانذار او الاميجدالا اللي شغاله عمال على بطال؟ الطب بيقول ان الميندفولنس او اليقظه الذهنيه، الميديتيشن او التامل، العلاج السلوكي المعرفي، كل الحاجات دي ممتازه، بس احنا عندنا كنز اعظم، كنز بيعمل اعاده ريستارت لكل الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا نشوف الامام ابن كثير فسر الآية دي ازاي في كتاب تفسير القرآن العظيم. بيقول عن طمأنينة القلوب هنا: أي يزول قلقها واضطرابها، تحصل لها الطمأنينة وبيطيب ركنها لله عز وجل، تستكن حين يذكر اسمه وترضى به مولا ونصيرا. ركز في كلمة يزول قلقها واضطرابها وكلمة تسكن. القرآن هنا بيعالج الأمراض الجسدية والنفسية. تذكر الله بتسلم نفسك وجسدك وروحك لخالق الكون، فبتقول لمخك المذعور: مفيش خطر، نحن في معية الله. علميا لما بتذكر الله بتستسلم لأمر الله، فبالتالي بيحصل توكل. فطبعا ده بيفعل جهاز العصبي بتاعك اللي هو الباراسمبثاوي او الباراسمبثيك نيرفس سيستم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. ده جهاز الروقان والهدوء لنفسك ولجسمك. اول ما بيتفعل الكورتيزول بينزل وضربات القلب بتهدى، العضلات المشدودة اللي كانت وجعاك بتفك، والأعراض الوهمية بتبدأ تتبخر لأن السبب الرئيسي بتاعها اختفى. نلخص كل اللي قلناه ده ونطلع ب3 خطوات أساسية نحمي بيها نفسنا من خداع مخنا. أول حاجة الوعي. أول ما تحس بأعراض غريبة وتعمل فحوصات وتطلع سليم، افرح، ما تقعدش تدور ورا دكاترة أكتر. قول لنفسك: أنا جسديا كويس، ولكن كل الأعراض دي بتحصل بسبب الضغط. مجرد وعيك ان العرض سببه نفسي بيقلل حدته جدا، وده كلام دكتورة سوزان اللي كنا لسه بنتكلم على كتاب. صوم عن الاخبار الطبية السيئة، وبطل تعمل سيرش على جوجل طول الوقت على اعراض لامراض معينة. جوجل هيحول الصداع لورم في المخ في 3 ثواني. افتكروا كويس جدا حديث الاعرابي، وما تعملش في نفسك نسيبو افكت وتستدعي المرض بالتفكير فيه. تفاءلوا بالخير تجدوه. تالت حاجة بقى، ودي أهم حاجة، الروشتة الربانية. خصص وقت في يومك علشان الأذكار الصباحية والمسائية، وطبعا لو عرفتوا إن انتوا تقولوا ذكر لله طول الوقت اعملوا ده على قد ما تقدروا. استثمروا وقتكم في الذكر. خلوا كمان الوقت اللي بتقرأوا فيه قرآن حتى لو حاجة بسيطة، خلوها تلمس قلبكم وتحسوها. وافتكروا دايما: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسوا القرآن بقلوبكم قبل ما تقرأوا مجرد باللسان وخلاص. هي مش فكرة في الكمية، هي الفكرة في ان انتوا تحسوا اللي انتوا بتقولوه. فممكن كم صغير جدا بس ما يبقاش كميه كتيره قوي، بس انتوا حاسينها ومستشعرينها وفاهمينها. خليها كده زي جرعه يوميه توقف بيها هرمون التوتر. مخك اداه جباره، لو سبته يسوقك في طريق القلق هيخلق لك امراض ملهاش وجود، بس لو وجهته بالوعي والطمانينه هيكون اكبر داعم ليك.
عشان تعيش بصحة نفسية وجسدية ممتازة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. شاركوني في التعليقات، هل مريتوا بموقف حسيتوا فيه بألم جسدي حقيقي بس ما كانش فيه حاجة واضحة بالنسبة لكم، واكتشفتوا ده ازاي، وفي النهاية اكتشفتوا ان هو ضغط نفسي ولا لا؟ هستنى اشوف الكومنتس بتاعتكم كلها وهقراها. دمتم بخير يا جماعة، والسلام عليكم.